الكبده الجملي مش اي حد يعرف يتمزج بيها، وبرده مش اي حد يعرف يسويها. طالما ذكرنا اسم الكبده الجملي يبقى اكيد هنذكر اسم منطقه الكرداسه. فانا النهارده جايب لك علم من اعلام الكبده الجملي، طريقه تسويتها وتوابلها، واهم حاجه النظافه. التجربه دي اول مره اجربها معاك، خصوصا انهم ماشيين بمثل على عينك يا تاجر، فبيطلع لك الكبده قدامك من اول ما بتبقى فريش لحد ما يبدا يسويها. فلو هتكلمنا عن المتعه بتاعتها بقى، انه بيسويها وبيعملها قدامك. فمطعم البركه حرفيا اكتشاف، هو علم من اعلام في تسويه الكبده الجملي لحد دلوقتي في كرداسه. ومطعم البركه بقى موجود في طريق المنصوريه في كرداسه جنب مسجد النحاس. ومطعم احمد البركه مش بس بيقدم كبده جملي، هو بيقدم سمان وحمام وكفته وممبار. طبعا انتوا عارفيني لازم ادلعكم معايا، لان انا جايب لك عرض في مطعم البركه اسم الهوي منه فيه. ده نص كيلو كبده صافي من مطعم البركه. مش بس كده، نص كيلو الكبده الصافي الكيلو عندنا عامل 800 جنيه، عشان خاطر عم حسام نورنا عاملين عرض لمتابعينه. هندي النص كيلو كبده الصافي ب 450 جنيه بس. ايوه زي ما انت سامع، ما تستغربش، ده لسه الجديد جاي. وهنطلع معاه نص كيلو مشكل